اهلين وسهلين الفنات الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. الفيديو ديال اليوم فيديو اللي مهم ومهم بزاف 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 بزاف، وخصوصا البنات اللي عندهم المشكل ديال التصبغات او المشكل ديال حب شباب. ايوا تبعوا معايا مزيان هذا الفيديو هذا، ولكن قبل ما نبدا ما تنساوناش باللايكات ديالكم وشي كومونتيرات يكونوا زوينين، واللي ما مشتركش يشترك معنا في القناه باش تدعمونا وتحفزونا اننا نشاركوا معكم اكثر واكثر. المهم الزوينات ديالي كيف ما قلت لكم هذا الفيديو جد مهم، وبالنسبه للبنات اللي كيعانيو من المشكل ديال التصبغات او المشكل ديال حب شباب، حيت كنشوف بزاف ديال سيرتو في الفيسبوك منين تنكون تنقلب تلقى بزاف المشكل اللي كيسولوا عليه البنات، واللي هو التصبغات اولا حب شباب. تلقى البنات كاتبين في دي بوست هكا: البنات عتقوني فيا عندي مشكل ديال التصبغات وما عرفش شنو نستعمل ليه، نصحوني بشي كريمه ولا شي حاجه ولا شي ماسك ولا شي حاجه نقدر نستعملها لهذا المشكل هذا. هاد المشكل هذا الحل ديالو بسيط، والمكونات ديالو حتى هما راه بساطين بزاف. هانتوما تشوفوا اولا الفيديو بعدا، سمحوا لي انا راه هزيت التليفون وبديت نصور هذا الفيديو هذا. اول حاجه بعدا قبل ما نكمل، هانتوما اليوم لقيتوني دابا يلا غسل شعري. جربت واحد التجربه الى صدقات، درتها واحد الماسك بالروز لشعري. الى نجحت الى نجح ليا هذا الماسك هذا وطلع كيف ما بغيتو، فراه غادي نشاركو معكم. ايوا الا ما عطانيش النتيجه اللي كنت تنقلب عليها، راه ما شتوني ما شتكم، حيت راه ما غادي نشارك معكم هي الحاجه اللي عندها الفائده. المهم ما نطولش عليكم. بالنسبه لهذا الماسك هذا كيف ما قلت لكم المكونات ديالو بساطين بزاف، ويقدروا يكونوا عندك غير في الدار. هاد واحد المكونات، واحد الحاجه اللي تقدري انت كتكوني كتستعمليها كاينه عندك في الدار، ولكن كتديها غير الحمام، كتستعمليها غير في الحمام على اساس انك غادي ديريها غادي تخرج لك لوسخ، وفعلا هي زعما كتعطي واحد النتيجه زوينه في الحمام. هي فاش كنديروها حنايا لوجهنا نديروها غير في الحمام. اما باش طيح عليك فكره انك ديريها كماسك غير في الدار، ما تسنيش تمشي للحمام. انا فايته دايره عليها فيديو شحال هادي، ولكن داك الفيديو قدام، ولكن عاوتاني شفت النتيجه مع اختي حتى هي عندها داك المشكل ديال التصبغات، ونصحتها بها. هي معكازه شويه، ولكن منين تزيرات واستعملتها وقالت لي شوفي وجهي ولا دايروا هكا ونقصوا دوك التصبغات. قلت لها والله الا نقصوا لك دوك التصبغات. قلت لها سمعتي الهضره؟ وحيدي عليك دوك العكز وكملي هذه الوصفه هذه. هاد الوصفه لالا وهي السقله اللي كنديروا في الحمام، السقله اللي كنقول لها انايا السقله الملكيه. علاش؟ حيت راه كتحتوي على بزاف ديال المكونات. غير ركزوا معايا، هذيك السقله بالنسبه للناس اللي فيهم تصبغات راه فيها العرقسوس، فيها الخرقوم، فيها سميتو فيها النيله، فيها العكر الفاسي. انايا كنديرها، ما كنديرش السقله بيتيها بالعكر الفاسي اولا السقله بيتيها بالنيله، انا كنديرهم بجوج. قلت لكم فيها العرقسوس، فيها النيله، فيها العكر الفاسي، فيها الحمص، فيها الروز، فيها بزاف ديال المكونات اللي مزيانين للتفتيح. وما ننساش لكم الودعه اللي حتى هي خطيره في التفتيح، راه فيها الورد، فيها الخزامه، فيها بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه للبنات اللي كيعانيو من المشكل ديال حب الشباب، راه فيها الخزامه اللي معقمه، وفيها الشيح اللي حتى هو معقم ومطهر، فيها الحنه، وفيها اوراق السدر اللي كينظفوا وكيطهروا. هاد الشيء علاش انايا كنسميها السقله الملكيه، حيت راه حنايا كان بغينا واحد، ما عرفت علاش حنايا كيفاش غادي نقول ليها، كنقلبوا على الحاجه الغاليه، هي هذيك اللي تنقولوا هذيك هي اللي غادي تفك لنا هاد المشكل اللي عندنا. وحنا نقدر نفكوه هي بشي حاجه اللي هي بسيطه بحال هكا. هي كاع تقدر تكون عندك كاع انتيا في الدار وما رداش ليها البال. ايوا بلاصه ما تكوني كتديها غير الحمام طليها مره في السيمانه، فاللي عندها المشكل ديال التصبغات اولا حب شباب اولا المشكل ديال لي تخاص ديال بسبب الشمس،
كما انايا تيكون عند الشمشله دغيا كتخلي لي تخاص في الوجه وداكشي. جوج مرات ولا 3 المرات في السيمانه كماسك. هانتي دايره بغيتي تغسلي وجهك بالصابون، بغيتي ديري داك الماسك عندك ربع ساعه، انت خدامه كتقضي شغلك هاك وهاك والماسك في وجهك. ولكن من بعد منين غادي تغسليه بعدا من الاستعمال الاول غادي تلاحظي وجهك ولا رطاب. ديك الحنه اوراق السدر عرفتي كيرطبوا لك البشره. ولا استعملتيها شي 4 المرات ولا 5 غادي تلاحظي دوك التصبغات بداو تيمشيو. واللي عندها المشكل ديال الحب غادي تلقايه بدا تيبس. ايوا كي جاكم هذا الحل هذا بسيط وسهل ويقدر يكون عندك غير في الدار وما رداش ليه البال. وطريقه الاستعمال راه سهله وبسيطه، بحال باش ما كنكونوا غاديين للحمام فراه كتاخدي شويه ديال بالنسبه لوجهك راه غير معلقه صغيره ديال السقله، كتزيدي عليها شويه ديال الصابون البلدي ضروري، والماء طايب. الماء يكون سخون باش هكا المكونات دغيا يطلقوا لينا داكشي اللي دغيا يقروا ويعترفوا بداكشي اللي فيهم صافي. وكتكوني غسلتي وجهك بالصابون وكتطبقي لك هاد الماسك هذا ربع ساعه كتخليه صافي وكتغسليه وردي عليا الخبار. واخا كاع ما يكون عندك لا مشكل لا ديال التصبغات ولا ديال الحب فراه غزاله كتخلي لك البشره ديال وجهك هو رطاب. والبشره ديال الوجه الا كانت رطبه فراه كتعطيك ديك اللمعه البشره ديالك. وحيدي ليا العكز ونوضي جربي ليا هاد الوصفه هادي. الا عندك السقله تبارك الله، الا ما عندكش نوضي شريها. واخا انا كنظن راه الاغلبيه راه عندكم السقله، حيت انا صار انايا ولفت السقله. الحمام بلا سقله انا كيجيني شويه ناقص، حيت هي راه مزيانه بهاد المكونات اللي ذكرت لكم دابا. راه بالنسبه للناس اللي عندهم المشكل هنايا الكحوليه في هاد سميتو في العنق تحت البيطان هاد ما بين الفخذين غزاله بزاف. غير هو الله يعطيكم الستر اللي دارتها تعطيها وقت انها تقر وتعترف بداكشي اللي فيها. حيت انا راه كنشوفهم في الحمام كيديروا السقله ما كتجي فين تساليها من وجهها، غير كتوصل لرجليها صافي كتمشي كتشللها. كنبقى انا تنشوف فيها تنقول لها علاش اختي علاش اش دارت ليك؟ مشيتي ضيعتيها وضيعتي الفلوس هكاك، حتى غير وقت تقر وتعترف بداكشي اللي فيها. يلا نوضي حيدي ليا العكز. الا عندك هو كيف ما قلنا تبارك الله، الا ما عندكش خصك تشريها. وهاد الحنه راه شي حاجه اللي هي مباركه، راه مزيان طلعها هكا الجسم ديالك والوجه ديالك البشره ديالك عموما. ايوا هذا هو الماسك ديالنا، راه كيف ما كتشوفوا راه بسيط وسهل. اما الماسك الثاني راه حتى نشوف النتيجه كيفاش خرجت. وديك الساعه الا كيف ما قلت لكم جاتني كيف ما بغيتها راه غادي نشاركها معكم. ما خرجت لياش كيف ما بغيتها راه ما شفتوني ما شفتكم. يلا تهلاو ليا في راسكم ونشوفكم فيديو جاي ان شاء الله. ايوا ما تنساوناش داك اللايك كومونتير اشتراك وامسيه سعيده.